اهلا وسهلا بكم. معاكم نجوى عبد العزيز الصحفيه. هي راحت فين وشالته ليه؟ هي يعني في مثل بيقول ان خفت ما تقولش وان قلت ما تخافش. هي رفعت الفيديو ليه؟ الفنانه سماح انور رفعت الفيديو بتاعها من على موقعها او صفحتها الرسميه او حسابها الرسمي على الفيسبوك او على اليوتيوب. رفعته وهي مش عارفه ان كله خد الفيديو منها وهي بتشتم الشعب كله. خد الفيديو وعمل عليه رياكتات كتير وكله اتكلم عليه، وتقريبا كده الناس بتناشد نقيب المهن التمثيليه ان هو يعني هو فين من المهزله اللي حصلت، وهي بتتكلم بطريقه مش لطيفه وبتشتم وبتهين شعب مصر. رفعت الفيديو ليه يا فنانه يا عظيمه يلي انت بتطالبي بحته نحاسه تتحط على بيت مش بيت والدك، ما اصبحش بيتكم، وبتشتمي في الوقت نفسه الشعب؟ ليه بتعملي كده؟ الفنانه سماح انور خرجت علينا وقعدت تقول ويا شعب مصر ومش عارف ايه، وقعدت تحكي وتتكلم وتشتم، وهي اصلا ما كانش ليها الحق انها تشتم بالمنظر ده. انت دلوقتي عايزين طالبين منك انك تعتذري، وطالبين منك معجون سنان للناس اللي بتقولي عليهم مجلخه، وطالبين منك كمان حمامات عشان يستحموا. مش حضرتك قلتي كده برضو؟ قلتي ان هم دول ناس ما بيستحموش وناس سنانهم مجلخه وي 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 والكلام ده كله. طب ليه انت لولا الجمهور بتاعك هو اللي عملك ما كنتش تبقي سماح انور؟ انت شتمتي واهنتي. وبعدين فين نقيب المهن التمثيليه الدكتور اشرف زكي من الكلام اللي اتقال ده؟ اشمعنى ما فتحش تحقيق وطلع علينا ببيان وقال ان هو ان هي هتعتذر او ان هو بيحقق معاها او الى اخره؟ فين ده كله؟ وفين وليه الاسلوب اللي انت سلكتيه؟ القصه وما فيها، ونعيدها تاني ونقول كمان ان هي كانت بتطالب ان يتحط لوحه نحاسيه على مسكن كان والدها ووالدتها بيعيشوا فيه، وهي باعت الشقه خلاص ما بقتش بتاعتها. هي عايزه ايه؟ هنا كان يعيش الفنانه والفنان، ما بقاش بيتهم. انت طالبتي بحاجه ما اصبحت مستحيله، لان هم ما كانوا يعني ما اصبحش البيت بيتهم ولا بيتك، انت بعتيه. لما انت بقى يعني ما احتفظتيش ليه بالبيت وبالشقه؟ دي كل القصه وما فيها. فطلعت شتمت وهاجت وماجت، وكأن الدنيا كلها اختزلتها وحصرتها في اللي رفضوا ان هم يتعلق على باب البيت اللوحه النحاسيه هنا عايش. انا بشكركم والى اللقاء. كان معاكم نجوى عبد العزيز، والى اللقاء في متابعات اخرى ان شاء الله. شكرا. برافو عليك. برافو عليك. انت ايه برافو عليك في ايه؟